حكم اللقاء وبيطمن كده على لعيبه الفريقين عشان يطلق صافره بدايه الشوط الاول. وعلى بركه الله نتمنى نشوف مع حضراتكم في سهره كرويه رمضانيه جميله في ايام مباركه، ايام حلوه، العشر الاواخر في شهر رمضان. اللهم انك كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب في الفتره القادمه، ونتمنى كل الشهور كلها تبقى رمضان ايام جميله. كان مع حسام عاشور ومع الكابتن حسام البدري، وكان حكم اللقاء محمود عاشور. اتلعبت 1 2 حلوه ناحيه الشمال، صبر رحيل اتعملت حلوه عرضيه على القائم الاول، لكن ما لمستش دماغ عمرو جمال، ما لمستش دماغ عمرو جمال، وكان مكمل الناحيه الثانيه ميدو جابر. وميدو من اللعيبه اللي قليله قوي اللي بتلعب بدماغها، قال لك العبها بقى ببطن رجلي وهي جايه، لكن حطها لفوق ما حطش بطن رجله البلد. حلوه مره ثانيه، ممكن يسدد عمرو جمال، اتاخر كتير قوي، الراجل كان على حدود خط 18، كان ممكن يسدد. اتعملت بينيه من ميدو، كان متحرك كويس قوي مؤمن زكريا. مره ثانيه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف رائع رائع رائع. صالح جمعه، قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء هو افضل لعيبه النادي الاهلي في التمرير واستلامه والثقه في نفسه. صالح جمعه بيحرز هدف ولا اروع من كده. صالح جمعه في الدقيقه 16 هدف رائع رائع رائع. يا سلام يا ولد، صوتنا بيعلى مع الحاجه الحلوه والاهداف الجميله. صالح جمعه هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 16. السلام على العرضيه، صبر رحيل، راجل ايه ما فكرش، وش رجله في الزاويه البعيده. حلوه يا ولد، حلوه حلوه حلوه، هدف رائع صالح جمعه. حلوه يا ولد، ما يقدرش يعمل لها حاجه محمد ابو جبل. يا سلام، مش تسلل، لسه فيها خطوره. وهدف التعادل، هدف التعادل. لسه بقول لكم اخطاء خط الظهر قاتله، اخطاء قاتله. الراجل هتتعاد مره ثانيه، الراجل سندها له هنا وفيها خطا من خط ظهر النادي الاهلي في الدقيقه 25. هدف لمصلحه سموحه. كره اتلعبت والراجل حطها كده بمنتهى السهوله للمهاجم احمد رؤوف، اللي بقول لحضراتكم الهدافين المميزين. ادي اتعادت الكره هنا، بصوا اول ما طلعت ما فيهاش اي حاجه. اسلام محارب، اسلام محارب هو صاحب الهدف. اسلام محارب هدف في الدقيقه 25. صالح جمعه هدف النادي الاهلي كان في الدقيقه 16. يحطها ناحيه الشمال، صبر رحيل، صبري يحطها ناحيه الشمال لمؤمن زكريا، ممكن يلعب عرضيه حلوه. هدف ثاني، هدف ثاني. يا سلام يا ولد يا مؤمن، مؤمن زكريا وهدف وحطها في الجول. الراجل خدع ابو جبل وعمل انه يلعبها بالعرض، يحطها بماركه اهداف ابو تريكه لما كان موجود مع النادي الاهلي. تتذكروا هدفه في بطوله افريقيا في مرمى السودان مع منتخب مصر، حطها ببطن رجليه بنفس الكره كده بالظبط، ومؤمن بيحطها في الزاويه الضيقه. الراجل خدع الحارس مؤمن زكريا وبيحرز هدف ثاني في الدقيقه 32. السلام يا ولد، اتحرك كويس جدا واتعملت له من البدايه من صبر رحيل، اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه كويسه وخدع الكل. الراجل حطها ببطن رجله ويخدع هنا ابو جبل. هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن زكريا في الدقيقه 32 ممكن يعملها من بدايه الشوط الثاني. حسام غالي تمريره اماميه ناحيه اليمين، مؤمن ياخدها لنفسه. يا سلام يا ولد اللعيب، طالع له ناحيه الشمال ميدو، مؤمن ميدو عدلها على شماله، ممكن تسديده بجوار القائم. عملت حلوه من مؤمن زكريا اللي بيتحرك كويس جدا جدا جدا، عامل جهد كبير جدا في الكره اللي فاتت مؤمن زكريا. وكمل ميدو ناحيه الشمال، حطها له كويس مؤمن، والراجل سندها وتسديده لكن خبطت في ابو جبل. نشوف بقى هنا الراجل حطها له كويس جدا جدا مؤمن وسندها وتسديده بتخبط في المدافع رجب بكار وتطلع ركنيه الثالثه للنادي الاهلي. تغطيه موجوده من رجب بكار وتبقى ركنيه. لو مش مكمل رجب في الكره الاخيره كان هتبقى مكانها الشباك. قفل كمان ازاي تسلل عمرو جمال، مكمل الناحيه الثانيه مؤمن. وليد سليمان تمريره حلوه حلوه حلوه، الراجل لو وقع يبقى فيها ضربه جزاء، لكن هدف ثالث، هدف ثالث. يا سلام يا ولد، ده صالح جمعه، صالح جمعه الهدف الثاني ليه مع النادي الاهلي والهدف الثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه وبيأكد، الراجل بيقول انا لعيب كبير ولعيب كويس واحق من ناس كتيره، لكن رؤيه الاجهزه الفنيه هي اللي شايفه كده. 3 النادي الاهلي، سموحه 1. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70. تمريره حمص، ادي مؤمن زكريا الراجل دخل معاه جوه ال 18. ادي هنا لمس رجله اليمين، فيها عرقله وفيها ضرب جزاء واحنا بنتكلم وشفناها. فريد السيد فريد كابتن فريق
سموحة كابتن الفرقة 3 أهداف مع فريق سموحة. كان أحرز هدف في الشرقية وفي المصري والإسماعيلي السيد فريد. السيد فريد في مواجهة الشناوي، ضرب جزاء السيد فريد والهدف الثاني. الهدف الثاني لفريق سموحة السيد فريد ده من ضرب جزاء. مباراة تحلو في الوقت المتبقي، قلت لحضراتكم المباراة لسه فيها جوال. دقيقة 77 ادي هنا محمد قطعت، تروح مرة تانية لمحمد يسري لصالح جمعة، خلصها صالح، اتعملت حلوة. مؤمن عدى لوحده، مؤمن مكمل جوه ال 18، العرضية تغير اتجاهها وحظه الحلو محمود عزت انها ما تروحش في الجول، يطلعها عزت وكان رايح ابو جبل انها تلعب بالعرض، لكن محمود عزت يلمسها بدماغه وتطلع. مرة تانية عمرو جمال كان ممكن يسدد، اتأخر كتير، ياخدها لبره، تسديدة لكن تخبط في رجل ابو جبل. لسه مرة تانية وليد سليمان تخبط في القائم، فرصة هدف رابع. حظك وحش قوي يا وليد. مرة تانية تروح في وسط الملعب، هجمة كان فيها خطورة عمرو جمال من البداية. شوف يلعبها وليد سليمان على القائم الأول المرة الثانية، هدف رابع. ده لسه بقول لكم خطأ، لسه ما كملناش 30 ثانية وهدف رابع لرامي ربيعة، هدف رابع على القائم.